لو انت فاكر ان البنت العصرية عايزة فلوس وبس، تبقى لسه واقف في 2005. ولو فاكر انها عايزة راجل مسيطر طول الوقت، وانا الراجل وانت الست وتسمعي الكلام، تبقى برضو متأخر جيلين. احنا في زمن مختلف، زمن البنت فيه بتشتغل وبتسافر وبتختار وبتقول لأ عادي جدا، مش مستنية حد ينقذها. السؤال الحقيقي مش هي عايزة ايه، السؤال انت فاهم اللعبة الجديدة ولا لسه بتلعب بالقوانين القديمة؟ البنت العصرية اتربت على انها تشوف نماذج ستات نجحت وكبرت، تشوف حد زي كيم كارداشيان عاملة براندات بالمليارات، تشوف ستات ماسكة شركات وبتقبض بالدولار وبتاخد قرارات. فطبيعي جدا توقعاتها من الراجل تعلى. هي مش عايزة ذكر، هي عايزة رجل. ايه الفرق؟ الذكر ممكن يبقى عنده شهوة او صوت عالي وغير زايدة، انما الرجل عنده سيطر على نفسه، وده اول اختبار. البنت العصرية بتراقبك في حاجات انت مش واخد بالك منها، بتشوف رد فعلك لما تختلف معاك، بتشوف غيرتك عاملة ازاي، بتشوف ثقتك بنفسك حقيقية ولا بتمثل دور. اكتر حاجة بتطفيها الاحتياج. الراجل اللي حياته كلها واقفة عليها، اللي اول ما تتأخر في الرد يبدأ ينهار، اللي يحسسها انها مصدر قيمته. هي عايزة تبقى اضافة لحياتك مش حياتك كلها. عارف ايه اللي بيشدها بجد؟ راجل عنده طريق، عنده هدف، عنده شغل بيفكر فيه اكتر ما بيفكر فيها. مش معناه انه يهملها، لكن معناه انه عنده عالم اكبر من العلاقة. الطموح بالنسبة ليها احيانا اهم من الرصيد البنكي، لان الفلوس ممكن تيجي وتروح، انما العقلية الطموح بتصنع فلوس كل مرة. طيب هل هي بتحب الفلوس؟ ايوه، مش بس حب مادي سطحي بس، لا، الفلوس بالنسبة ليها امان. مش عايزة تعيش في قلق كل شهر، مش عايزة تحس انها شايلة البيت لوحدها. بس لو شخصية قوية وعندك حضور وهدف واضح، هتسامحك في النقطة دي. في البداية خلينا نتكلم عن نقطة حساسة: المظهر. زمان الراجل كان يقول المهم، يعني اهم حاجة الشخص نفسه، لان ده الجوهر ومش عارف ايه. لكن دلوقتي المهم جوهرك وشكلك. ضيف عليها حتة شكلك دي، لان هي بتشوف على السوشيال ميديا شباب مهتمة بنفسها، جسم رياضي، لبس مظبوط، وحاطط عطر، او يعني بتشوف في الواقع وبتلاقيها بتشوف ان ستايل كويس. فلو انت مهمل نفسك، بتوصل رسالة انك مهمل حياتك. بس خلي بالك، هي مش عايزة سوبر هيرو، هي عايزة احساس بالامان. الامان ده بيجي من ثباتك الانفعالي. لو بتتعصب بسرعة هتعمل لك اكس، لو بتغير بهستيريا علامة اكس، لو بتشك طول الوقت برضه هتعمل لك اكس. الراجل اللي واثق نادر، ولما تكون نادر قيمتك تعلى. في حاجة كمان مهمة قوي: الاحترام. مش احترام قدام الناس وبس، لا، احترام في الخناق او في الاختلاف في الاراء وفي لحظة ضعفها. لو كسرتها مرة بكلمة، حتى لو سمحتك، جواها حاجة بتتغير. طيب هل البنت العصرية سهلة؟ لا. هل هي ملاك؟ برضو لا. هي عندها اختيارات كتير، وعشان كده بتبقى بتختار بعقل مش بس بقلب. هي عايزة تبقى مع راجل يخليها تحس انها كسبت، راجل عنده جينات وشخصية، وفي نفس الوقت بيسعى على طموحه وان هو يعيش حياة كويسة. مش واحدة هي بتربيه او بتعالجه نفسيا وبتطبطب عليه اكتر ما هو يطبطب عليها. ولو هقولك السر في جملة واحدة: البنت العصرية عايزة رجل قوي من غير قسوة، حنين من غير ضعف، ناجح من غير غرور، وغيور من غير جنون. طب ده ازاي؟ والحقيقة اللي يمكن تضايقك شوية، مش كل راجل جاهز للنسخة دي، لأن بناء نفسك أصعب من لومها. فالخلاصة يا صاحبي، بدل ما تسأل هي عايزة ايه، اسأل نفسك: هل أنا اللي بيدخل حياتك تعرف تخليها تطمن وتحس بالأمان؟
وتخليها تقول هو ده ولا ايه؟